زي ما سمعتوا كده من سيادة العميد، جبت لكم بالتفصيل اللي هيحصل والتطورات، وصورة سيلفي مع كوبري المنظرة. هيفضل توثيق الأحداث، التطورات، التطوير اللي بيحصل، إننا نقارن بين اللي كان قبل كده واللي بيتم بعد التطوير. يعني من الحاجات اللي بحبها وبعتز بيها جدا جدا على القناة، الفيديو ده كان مع البدء إزالة التبة وبدء يعني هدم كوبري المنظرة. طبعا احنا مشلناش الكوبري الأول، شلنا التبة، فتحنا جزء من الطريق على مراحل. كان لقائي مع سيادة العميد هشام البرهيمي القائم على المشروع. تعالوا نسمع وقتها اللقاء، وبعد كده هنروح ما تقلقوش لآخر التطورات الآن. حضرتك سيادة العميد، اهلا بيك يا استاذ. الناس بقى عايزة تعرف الطريق البديل اللي رايح واللي جاي. الطريق البديل ده هيبقى 21 متر تمام. من جسم النفق لحد نقطة مرور المرور. الزعيم. تمام. هنعمله 3 حارات و3 حارات، 3 حارات للي جاي من المعمورة و3 حارات للي جاي من البحر. وبكده وسعنا حارة عن النفق. في الأصل النفق أو حارتين، وبعد ما نعمل الطريق البديل ونمهده بمشيئة الله هنبدأ بهدم الكوبري. يعني الطريق البديل مش هياخد من الكوبري، هو لا الجزء ده. تمام. الجزء يعني ده الجزء من هنا من عند العمود لهنا 21 متر. 3 حارات رايح وثلاث 3 حارات رايح و3 حارات جاي. تمام. كل الميدان ده هيتوضب. تمام. وهيتعمل 5 حارات و5 حارات. يعني تحيا مصر ان شاء الله. ان شاء الله يعني اهل المنظرة ان شاء الله. المترو جاي بالتطوير والتقدم والرقي وكل حاجه، وان شاء الله ما فيش حد، ده الناس هتشتغل، ما فيش عطله. بالظبط. ما احنا شايفين كل حاجه، يعني كل حاجه ماشيه اهيت. الحمد لله. الناس اللي بتتكلم بتقول ان في عطله وما فيش طريق بديل، لا ده فتح. بنفتح الطريق البديل قبل اي حاجه بنعملها. تمام. والطريق زي ما انتم شايفين شغال، وكل حاجه شغاله زي ما هي. ان شاء الله كل الخير لمحافظه اسكندريه. طب ممكن ناخد فكره عن تطوير الميدان؟ هيبقى شكلا يعني هيبقى ازاي تطوير الميدان؟ ان احنا انت هنا نازله بميول. تمام. الطريق ده كله هيبقى من البحر لحد هنا بمستوى واحد لحد الكتعه ولحد شارع النبوي المهندس. وطبعا مستمرين على مدار العام الكامل، بقالنا سنة من يناير 25 لحد اهو فبراير، سنة وشهر كمان، فبراير 26 داخلين عليه اهو، واحنا بنتابع اعمال ازالة الكوبري، الطريق البديل وما الى ذلك. مجهود كبير جدا جدا. غيرنا البنية التحتية الكاملة، شلنا الكوبري اللي كان بقاله اكتر من 100 سنة موجود. بجد تسلم كل ايد بتبني وتعرق عشان خاطر بلدنا تبقى احسن وافضل ان شاء الله. عندنا امل ان الجاي ان شاء الله افضل، خاصة ان مشروع المترو من اهم المشروعات القومية الموجودة في اسكندرية حاليا. ده طبعا كان الشكل، ودي كانت متابعتنا. تعالوا بقى نشوف النهاردة اخر التطورات بعد الانتهاء من ميدان المنظرة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. والان يعني موقع ميدان المنظرة، كوبري المنظرة، متابعتنا. انا كنت اول امبارح وبداوا وضع طبقة البيتومين الاولى، والنهارده نقدر نقول انه تم الانتهاء تماما من اعمال الاسفلت بتاعة ميدان المنظرة زي ما احنا شايفين اهو. تمام. اخيرا بصوا بقى الاتساع والنظافة والجمال. على الجانب الاخر بقى السوق، التكاتك، تنظيم المرور، القمامة، كل دي حاجات مهمة لازم تكون جنبا الى جنب تطوير الميدان. انا هوريه لكم من كل الزوايا. استنوا كده الميدان، كده شارع النبوي المهندس. الجزء ده لسه لم يكتمل اهو، الجزء ده كده. لكن زي ما انتم شايفين الميدان اهو تم الانتهاء من الرصف، اعمال الرصف، التطوير، الاتساع، النظافه. نيجي بقى على الجانب الاخر هوريكم دلوقتي الجزء بقى بتاع السوق اهو. السوق طبعا رجع، القمامه، كل السلبيات اللي عندنا محتاجين تنظيم بجد. احنا لسه مكملين، يعني احنا بدأنا التطوير بداية من يناير، اول يناير 1 يناير بالظبط 2025، والنهارده اهو يعتبر بقالنا سنة. باخد لكم جولة عشان تشوفوا وسط العربيات وسط الاجواء. كده بقالنا سنة وشهر بالظبط على انتهاء الاعمال اهو. تمام. زي ما احنا شايفين تم الانتهاء من اعمال الرصف. لسه بقى الجزء كده قدام لم يكتمل. طبعا اعمال المترو فوق بالظبط
لسه بقى الجزيرة الوسطى زي ما قلت لكم، ونكمل الجزء اللي هناك ده عشان نفتح الطريق يعني. طبعا متابعة مستمرة من الحي ومن الشركة المنفذة، محتاجين ان شاء الله يكتمل وينتهي على خير ان شاء الله في اقرب وقت. زي ما بقول لكم احنا بقالنا سنة. قلت لازم اجي اشوف التطورات النهارده. الاسفلت اتحط خلاص، اليوتيرن هناك اهو اهو. مين كان يصدق ان هنا كان كوبري المنظرة؟ دي حقيقة فعلا، مين كان يتوقع ان احنا هنشيل كوبري المنظرة؟ شكل المنطقة هيتغير، شكل الشارع هيتغير بجد. يعني انا هقول ملحمة ازالة كوبري المنظرة وتطوير ميدان المنظرة. الحمد لله ان التطوير افضل واحسن كمان. لسه لما تخيلوا بقى كل ده لما ينتهي، اعمال التشجير، الجزيرة الوسطى، تخطيط بقى الحارات، بجد هيبقى قمة الروعة. ناقص بقى يعني ان هنا من اول هنا كان وضع الاسفلت او اليوتيرن. الاهم والمهم ان احنا من التطوير الحفاظ على التطوير. زي ما وريتكم القمامة اللي موجودة محتاجين شغل جامد جدا من الحي. ازالة السوق، البياعين اللي عند بقى الميدان. يعني احنا محتاجين الميدان ينضف ككل، مش يبقى الجزء اللي بيعدي من العربيات بس، لا، القمامة، تنظيم بقى التكاتك، تنظيم المرور. فبجد عشان اسكندرية تتقدم وتتطور وتنضف والتطوير فعلا نحافظ عليه، لازم في كل يعني هقول ايه المؤسسات، يعني المرور بقى، الحي، الاشغالات، الازالات، كل ده يتكاتف تمام ويشتغل ويحافظ على التطوير. القمامة زي ما بقول لكم، تنظيم التكاتك، تنظيم مرور بقى المشاريع، مواقف المشاريع، كل الحاجات دي كمان عشان نيسر على المواطنين. وهنا كان توثيق اول حفار ولا اسمه مش عارفة المعدة دي، يعني اول هدم في كوبري المنظرة كان للتوثيق. خلاص كده، عشان كده بقول لكم التوثيق بجد من الحاجات المهمة اللي انا بحبها، كوني ان انا يعني سيدة وانزل اثناء الاعمال والهدم والازالات والحاجات دي، فدي فيها مشقة ولكن كل ده بحب. ببقى حابة ان انا اشوف قبل وبعد، حابة ان انا اتابع مدينتي وهي بتتغير للافضل. وان شاء الله يا رب كل الخير لمحافظة اسكندرية الجميلة. وان شاء الله لو ربنا عطانا العمر برضو هنوثق معاكم اول رحلة بالمترو عشان نفكركم بالذكريات والماضي والحاضر. اسكندرية قبل المترو وبعد المترو والتغيير. بجد انا سعيدة جدا بعد الانتهاء. يا ريت كل شوارع اسكندرية تنضف تتطور ونشوفها احسن وافضل. معلش انا طولت عليكم، بس انا كنت حابة اوريكم قبل وبعد حتى لا ننسى يا اسكندرانية. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان. اخيرا اخيرا بجد لقد هرمنا.